اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. صباح الخير وصباح الهنا وصباح السعاده عليكم، او مساء الخير مساء الهنا مساء السعاده في الوقت اللي تشوفي الفيديو، يبقى سعيده عليكي يا رب. النهارده هنفطر، بس كنا هنفطر في الشغل بما ان انا طبعا الشيف بتاعتهم. وان انا الشيف اللي في وسطيهم والكلام ده كله، ما بيضحكوا عليا بالكلام ده انا عارفه، وبيقعدوا يقولوا لي الكلام ده عشان انا اللي اعمل الحاجه. بس عادي، قلت لهم انا هخليكم تندموا النهارده. المهم هنعمل الاكل ونروح نفطر بيه فين؟ في الشغل باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. النهارده مش يوم حلو يعني، مش هنعمل حاجه حلوه، هنعمل حاجه حادقه. المهم هنا حته زبده حلوه، حطيتها في الحله سيحتها. نزلت عليها بكيلو اللحمه ده، شوحته اديته تشويحه حلوه كده عشان يشرب من الزبده. نزلت ببصلايه قطعتها عليه بعد ما شوحتها كده شويه. وبعدين نزلت فلفل اسمر وكمان هنزل بورق لورا وحبهان مطحون، بس انا نزلت بيه في الفاصل لما يعني انا بفصل كل شويه عشان ابدا اشوح فيها. ما حطيتش اي حاجه تانية خالص على الشوربه، غير هو يا دوب اللي قلت لكم عليه. بس حطيت عليها ميه سخنه، سبتها بقى تعيش الحياه مع نفسها. جبت هنا بقى طماطم وجبت فلفل جبت طماطم وفلفل وايه تاني مش فاكره، لا طماطم وفلفل وبصل. طماطم وفلفل وبصل. بصي على حسب بقى الكميه اللي انت هتعمليها، بس انا هوريكي الطريقه وانت تعملي على حسب الكميه. انا جبت ما شاء الله هنا بتاع اكتر من كيلو طماطم، يعني كيلو اكتر من كيلو طماطم، بتاع كيلو ونص كده او كيلو وربع. وجبت بصل وجبت فلفل حامي وجبت فلفل بارد. وبدات اقطعه كله. بصوا زي السلطه، عارفين السلطه بس كبيره شويه. البصل شرايح، الطماطم كبيره شويه، الفلفل شرايح برضو قطعته كله على بعضه. نزلت هنا بحبهان مطحون على ورق لورا مطحون. نزلت بفلفل اسمر. نزلت كمان بشويه كمون صغيرين. نزلت بمرق الدجاج، ونزلت بمعلقه كبيره بابريكا. وهاخد هنا معلقتين حلوين صلصه، واحطهم على الملح. ماشي، مش هحط حاجه تاني. وهنقلب كل الخلطه الحلوه دي ما شاء الله في قلب بعضها كده كويس قوي. ويا ريتك كمان لو قلبتها بايديكي، عشان كل البصل نفسه ما يتعصر كده يديك الميه بتاعته، يبقى احلى. وحلو بسم الله ما شاء الله. بقى الصينيه دي كبيره بس مش باينه طبعا في التصوير. معايا هنا 3 فراخ. هنزل بقى بالخلطه بتاعتنا دي الحلوه دي ما شاء الله في صينيه. وبعدين هاخد الفراخ كده واحده واحده، ابدا ارص فيهم. انا الاول هرص في الصدور اهي. فانا بحاول ايه اظبط بس كده، لان انا عايزه اخليها كلها في صينيه واحده عشان الشيله يا جماعه، الشيله. لان انا هيجيلي الاوبر مثلا هنا، فبرضو على ما انزلها والكلام ده كله، فعايزه يعني اختصر الحلل باي حاجه. المهم فحاولت ان انا احط ال3 فراخ. وبعدين خلي بالك ال3 فراخ الصينيه دي ما شاء الله كبيره. تاني حاجه الفراخ نفسها لما بتستوي كمان حجمها بيقل شويه، فما تقلقيش يعني. هتشوفي ازاي انا رصيتهم، وهتشوفوهم بعد التسويه باذن الله. بدات ارص بقى الفراخ. هنا الفراخ طبعا انا غسلها كويس جدا، نقعها في خل وليمون وملح يعني مده كويسه. بعد كده شلتها من الخل والليمون والملح، شطفتها كويس جدا، صفيتها زي ما شفتوا. وبعدين بدات اشتغل فيها. حطيت نص الخلطه، وادي النص التاني فوق الايه، فوق الفراخ. خلاص كده خلصنا الفراخ. ونركنها بقى اهي. بصوا، نركنها بقى كده على جنب اهي. ونبدأ في حاجة تانية. انا ما شاء الله جبت هنا طماطم، يعني بطاطس. برضو البطاطس على حسب الكمية اللي انت هتشتغلي بيها. الكميات دي تقديرية، مش هترتبطي بحاجة معينة، على حسب الاشخاص بتوعك او الناس اللي انت عازماهم. بدأت هنا قشرتها، بدأت اقطعها هنا بقى ايه شرايح كده، بس الشرايح تكون تخينة زي ما انتوا كده شايفين بالظبط. وجبت بصل هنا. هقطع بقى البصل كده واظبطه. يبقى انا قشرت البطاطس وقطعتها، وقطعت البصل كمان. خدت كمان قرن فلفل. خدت قرن فلفل حامي واحد بس. ليه؟ لان انا برضو مش عارفه هما يحبوا الحامي ولا هيدوا عليا، بس قلت يدي طعم يعني. وجبت هنا التوم. وهبدأ هنا بقى ايه في صينية البطاطس دي وهم يا جماعة، اللهم بارك ما شاء الله، وهم بجد يعني. حطيت بقى البطاطس في قلب الصينيه. برضو نزلت كده بالبصل حلق كده او شرايح زي ما انت شايفه كده، بس مش شرايح كبيره يعني. البصلايه بصي كده شرايح زي ما انت شايفاها كده، هي باينه عندك في الفيديو اهي. شرايح كده. نزلت بالبصل كله شرايح. نزلت بقى بقرن الفلفل. كان نفسي احطه اكتر من كده، بس طبعا مش عارفه مين اللي بيحب الحامي ومين اللي ما بيحبش الحامي. بيني وبينكم نزلت بمعلقه توم حلوه. واللهم صل على سيدنا محمد. انزل بقى بالبهارات. البهارات انا حطيت هنا شويه كمون، وهحط كمان فلفل اسمر، وهحط كمان اصبروا عليا اصبروا ملح.
تمام. وهنا حطيت بهارات، دول ال7 بهارات، وحطيت 4 وحدات هيل، قلت لهم خلوا بالكم عشان يا جماعة في حبهان، عشان لو تيجي تحت ضرسه ما يديش عليا. بس البطاطس بما انها كانت ناشفه شويه، فالحبهان كان باين يعني، او كان ما كانش ما حدش الحمد لله كله يعني، شافوه يعني. نزلت هنا كان عندي طماطم، انا مسبكاها اهي. نزلت بقى بيها كده وبدات اقلب وادي البطاطس الطماطم اللي هي محتاجاها، وبعدين في الاخر ايه، نزلت بشويه صلصه برضو حلوين عشان ايه يعني ايه، يزودوا لي بس الطعم واللون شويه، ونزلت بقارب نزلت بقالب مرق الدجاج او بوحدة مرق الدجاج يا جماعة. نزلت بيها كده فركتها على البطاطس، وخلاص كده حتة زبدة حلوة بقى، لان البطاطس دي مش هيتحط عليها فراخ ولا هيتحط عليها حاجة، وتاكل يعني انا كده شغالة واللحمة على النار بتستوي. حتة زبدة حلوة اقطعها كده على وش البطاطس واسيبها كده، ويبقى احنا كده خلصنا الايه، البطاطس. خلصنا الفراخ اهي هناك اهي، خلصنا كمان نركن بقى البطاطس. وانا ركنتهم شويه لحد ما كانوا ورايا شويه حاجات كده عملتهم، ورجعت بقى تاني علشان المغرب. هنا بدات ايه، خلاص بقى ايه، المغرب جه او المغرب قرب يعني، خلاص افتكر كانت بقت 3. بدات كده ايه، سلفنتها اللي هي حطيت لها بقى الورق السلوفان ده، وهحطها بقى على النار تاخد غلوه، وبعدين انزلها في الفرن. حطيت الاتنين على النار، البطاطس والفراخ، وبعد كده هدخلهم الفرن مع بعض. كان عندي عيش هنا كمان، بعد بقى ولعت الفرن الاول، قلت احمصه الاول قبل ما احط الصواني فيه. جبت بقى هنا بتاع ما شاء الله برضو بتاع كيلو وربع طماطم كده اهو. وجبت بقى خضره بقى، بصي كل خضره، كابوتشا وبقدونس ومش شويه خضره حلوين كده، وفلفل اخضر وفلفل حامي وشويه حاجات كده. وهعمل بقى هنا ايه، هعمل السلطه على ما ايه اللي يحصل، على ما البطاطس والفراخ ياخدوا لهم الغلوه الكويسه، والعيش كمان يتحمص. قطعت السلطه وظبطتها اهي زي ما انتم شايفين، وعليها البصل وعليها كل حاجه. تعالوا بقى هنعمل الرز. هنا انا مش يعني هنا حطيت هنا كيس الرز كله، وهاخد منه كمان شويه. انا عايزه اقول لكم ما شاء الله الاكل كان فيه بركه، اقسم بالله العلي العظيم. انا ما توقعتش ان فعلا سبحان الله ربنا اللي بيبارك يعني، حرفيا الاكل كان فيه بركه فظيعه. اللهم بارك يعني، كل ما شاء الله كميه الناس اللي كانت ما شاء الله معانا في الشغل، واتبقى اكل. انا جالي ذهول والله ما شاء الله، وكله قال لك انا اكلت وشبعت جدا، هنا والشفا يا رب. حته زبده حلوه على شويه زيت صغيرين، وحطيت عليهم نص كيلو من الشعريه، لان انا حاطه هنا حوالي نص كيلو ونص من الرز، او كيلو وشويه، كيلو وربع مثلا، لاني هستخدم الباقي. هتشوفوا هعمل ايه. اتحمر معايا كويس اهو. نزلت بالرز على الشعريه. حطيت بقى، انا كنت الحله اللي شايفينها اللي في النص دي فيها ميه بتغلي، عشان انا هحط ميه يعني، هزود عليه ميه وشوربه. وحطيت الملح وزودت هنا، حطيت الميه اللي بتغلي عليه، وحطيت الشوربه، وغطيت عليه وسبته ايه بعد ما اتشرب على نار هاديه. هنا بقى حله ونص كيس الرز اللي باقي او 3/4. حطيت حته زبده برضو على شويه زيت صغيرين عشان الزبده ما تتحرقش. ونزلت بالرز كده ابيض ساده. انا هنا عامل رز ابيض ساده اهو، بصوا. هبدا كده احمصه مع الزيت والزبده، وبعدين سقيته وسبته كده ايه يتشرب برضو مع نفسه، والحاجه في الفرن. العيش هنا كان زي ما قلت لكم كان اتحمص اهو، هبدا بقى اكسره اهو في قلب صينيه تانية. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد. لو عجبك الفيديو اعملي بقى اشتراك في القناه، وفعلي زر الجرس على الكل عشان اي جديد انزله على طول يوصلك اشعار بيه. وما تنسيش اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو. كانت البطاطس ما شاء الله خلصت اهي، واديتها كمان وش تحت الشوايه ما شاء الله. والرز هنا الابيض كان خلص، وكمان الرز التاني كان خلص. انا جبته مش عارفه وريته لكم ولا لا، هناك اهي الحله اللي هناك دي كان الرز ما شاء الله خلص. هنا بقى هبدا اعمل ايه، هبدا اعمل الفته. هما كانوا نفسهم ياكلوا فته، فانا قلت لهم هعمل لكم فته باللحمه، حاضر عينيا. بدات هنا الشوربه طبعا بتغلي، يا دوب جبتها بس من على النار. بدات اسقي بقى العيش اهو بالشوربه، وهسقيه كويس قوي واظبطه. بصوا اهو. طبعا كل ده طبعا انا مملحه الحاجه طبعا يعني، مش عايزه اقول لكم ان انا اتعذبت بسبب الملح ده. بعد ما حطيت الشوربه نزلت بقى بالرز اللي انا عاملاه ابيض اهو، زي ما انتوا كده شايفين، نزلت بيه كله ما شاء الله.
ده انا على امل والله العظيم، انا قلت الاكل ده والله مش هيكفي، انا حرفيا قلت الاكل مش هيكفي فعلا، ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله. لكن سبحان الله العظيم فعلا يا جماعة، البركة من عند ربنا فعلا والله العظيم، اللهم لك الحمد يعني. عملت هنا عملتها طبعا، كان عندي طبعا جبت وادي الفراخ ما شاء الله، شايفين شكلها عامل ازاي، كانت خلصت كمان واديتها وش بقى تحت الشوايه. هنا بقى حته زبده حلوه بقى، على شويه برضو زيت، وحطيت بقى معلقه توم حلوه كبيره يعني، او يعني فاهمين انتوا شايفين ما شاء الله الكميه قد ايه. حمرتها كده ونزلت هنا طفيتها بقى بايه، طفيتها بشويه خل، عشان الفتة يا جماعة، الفتة بالخل والثوم بتبقى فظيعة. شلت بقى شوية وحطيت على الباقي ايه، بقية الصلصة اللي انتوا شايفينها دي، هقلبها بقى في حلة تانية عشان هي قليلة على على الطاسة، هدبتها في الحلة دي اهي. وبدأت وديتها بقى، خليتها اتسبكت برضو شوية، ونزلت بقى بيها فين، على على الفتة اهي ما شاء الله كلها. ما شاء الله يعني اللهم بارك. الصلصه هتقولوا لي، اللي هيقول لي زياده هم ما شاء الله، اللي كان حابب الفته قال لي والنبي توصي بالصلصه بتاعت الفته، يعني احنا بنحبها كتير، قلت له حاضر ماشي عينيا عينيا. ونزلت هنا بالثوم اللي انا قلت لكم ان انا شلت شويه، خدت منه شويه اهم، اللي هو بالخل والثوم، بالخل بالطفيه بالخل، وحطيتها على وش الايه، على وش صينيه الفته، وطلعت بقى اللحمه وحطيتها على الوش. انا بقى كنت هعمل ايه، كنت هدخل الصينيه تحت الفرن، ما تحت الشوايه، تاخد وش يعني، تاخد وش كده، وعلشان اللحمه تتحروق، حاجه بسيطه كده يبقى شكلها حلو. بس ايه، بس قلت خليها بقى في الاخر خالص، فقلت يعني عايزه الحق الفيديو لان الوقت كان خلاص فعلا اسف، وكنت بطلب بقى الاوبر وكده عشان ايه يجيلي، عشان انزل بالحاجه وكده. فلو عجبكم الفيديو يا جماعه كومنت حلو كده من قلبكم. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، ورمضان كريم فعلا والله العظيم، والله اكرم يعني. وادي ما شاء الله شايفين حلة الرز اهي، والاكل كله اهي اهو ما شاء الله اللهم بارك. كل سنه وانتم طيبين يا رب كده كل رمضان نبقى مع بعض. اشوفكم على خير وسعاده وسلامه، ومع السلامه، وباي باي.